من غير مقدمات على طول كده خبط لازق، الزمالك بيبدأ بعمر صلاح، قصاده علي جبر والونش، على يمينهم حازم امام، وفي الشمال حسني فتحي. 3 ديفندرات طارق حامد ابراهيم صلاح معروف يوسف، تحت ثلاثي هجومي شيكابالا حسام باولو مصطفى محمد. هو ده التشكيل. مين اللي حطه الله اعلم، ما تعرف ايناسيو ولا طارق يحيى ولا الزغلول الكبير. واكلم مين لما احب اخاطب الشعب المصري؟ عموما مع الزمالك كل شيء وارد. ميزه تشجيع الزمالك انك على طول بتشغل مخك، نفسك تفهم، وفي الغالب مش هتعرف. يعني تشوف التشكيل ده تقول الزمالك هيلعب 4-3-1-2 وشيكابالا تحت الفرويدين صانع العاب. تشوف الشوط الاول تلاقي شيكابالا على الخط عادي. طب مين هيمسك وينج شمال؟ مفيش. عشان مفيش يبقى حسني هيغطي الملعب رايح جاي. طب ما ينفعش عشان حسني بني ادم عادي زينا، مش انسان آلي يعني. طيب ليه معروف ما لعبش باك شمال او هاف شمال او وينج شمال او اي شمال على عدلته؟ هو كده ده اللي عندنا لو كان عاجبك. طيب في اي فرق بين ال3 ديفندرات في المهام او الواجبات؟ كلهم شبه بعض. طيب هل استفدنا باللعب بفرودين ولا الهوا؟ هو في صانع العاب اصلا عشان يلعبهم؟ طيب والاوفرات حضرتك ساعات من اليمين لما حازم بيساند شيكابالا وصفر من الشمال، ما هو مش هينفع الهوا يرفع لنا من الشمال. والنتيجه الطبيعيه للكشري ده شوط اول يقول للملل قوم وانا اقعد مطرحك. هيخلص الشوط اهو، فجأة تغيير بخروج مصطفى محمد ونزول ابراهيم عبد الخالق. مش بقول لكم لازم تشغلوا مخكم على طول مع الزمالك؟ هو مصطفى محمد طلع ليه؟ طيب هو اصلا نزل ليه؟ عشان تديله فرصة؟ طيب هو كده ما اخدهاش اصلا، لا هو كمل الشوط حتى ولا في بلاي ميكر يشغله هو او باولو، ولا حتى كان اسوأ من في الملعب، ده حتى التسديدة الوحيدة في الشوط ده كانت له. طيب ابراهيم نازل يلعب في مركزه؟ برضه لا، نازل وينج شمال. طيب هل لما لعب في مباراة الفتح ادى؟ برضه لا. طيب ايه الداعي للاستعجال في التغيير والاصرار على اللعب بوينجين واحنا ما عندناش وينجات اصلا؟ السؤال ده ملوش اجابه لاننا مش عارفين نسال مين اساسا. شخص واحد بس اللي ممكن نتكلم معاه ويجاوبنا على كل الاسئله دي. تقدر تتكلم معايا؟ والله فكره، ممكن قطز يمسك الفرقه، وهو احمد مظهر الله يرحمه من زمان ومش هيتكلم وهيسيب كل اللي في نفسه حاجه يعملها. طيب والشوط التاني حضرتك لعيبه الزمالك خافوا على شكلهم ولعبوا حتى لنفسهم ولاسمائهم بروح؟ لا سيادتك، زي اي مباراه من اول الموسم في اي بطوله. سؤال يضاف لكميه الاسئله اللي من غير اجابات. حضرتك اتفاجئت بجون العهد او هزيمه الزمالك؟ ما هو لو حضرتك اتفاجئت تبقى مش متابع زي كل اللعيبه. عموما الزمالك خسر وده مش خبر جديد. الزمالك خرج من بطوله ضعيفه وده برضه مش خبر جديد. ايناسيو هيمشي اكيد، بس ده مش خبر جديد لان ايناسيو فعلا مشي من اسبوع ويمكن اكتر. بس هو السؤال مين مدرب محترم بيحترم نفسه ممكن يقبل يمسك الزمالك بفرقته دي ويتعامل مع ادارته دي بالطريقه دي؟ العنصر الوحيد اللي يستحق الاستمرار من كل المنظومه الحاليه هو الجمهور الحقيقي اللي عارف قيمه النادي ده والفانيلا دي وتاريخ الفرقه دي. طيب الوضع الحالي ده ممكن نسميه ايه؟ الوضع الحالي ملوش غير اسم واحد، المهزله.